المواد النقية قال لك لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية العادية اللي هي زي الترشيح والتبخير وكده، والفصل الجذب المغناطيسي. قال لك تنقسم لإيه؟ تنقسم لعناصر وتنقسم لمركبات. طب إيه هو العنصر؟ قال لك أبسط صورة نقية للمادة، أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها، لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية. طب هو هنا ليه مش ممكن أفصله بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية؟ لأنه هو أبسط حاجة. يعني أنا لو جيت قلت لك مثلا أحمد يلعب في الشارع، يبقى أحمد فاعل ويلعب ده فعل وفي الشارع جر ومجرور. طب لو قلت لك أحمد نفسها إيه؟ هتقول لي كلمة مكونة من إيه؟ هتقول لي ألف وحاء وميم ودال. طيب المكونة من إيه ده اسمه؟ هتقول له حروف. طب قول لي الحرف مكون من إيه؟ هتقول لي مفيش حاجة تانية، هو أصغر حاجة الحرف. يعني لو قلت لك الألف مكون من إيه خلاص. فهو العنصر هنا هو أبسط بقى، هو الحرف بقى ده هو أبسط حاجة. فهنا قال لك من أمثلتها الأكسجين، طبعا اللي احنا بنستخدمه في المستشفيات لما يكون حد عنده ضيق تنفس لا قدر الله أو كده، أو في الحوادث. والزئبق، الزئبق اللي هو بيستخدم في صناعة الترمومترات، بيبقى مادة سائلة بس هو عنصر يعني. وهو الزئبق العنصر الوحيد الفلزي السائل، وطبعا في اللافلزات حاجة اسمها البروم. طب تعالى لجزيء العنصر ده، قال لك يا إما أحادي الذرة يعني مكون من ذرة واحدة زي الكربون، يا إما ثنائي الذرة من ذرتين زي الأو2 اللي هو الأكسجين، ذرة وذرة يبقوا ذرتين. طب لو 3 ذرات قال لك زي الأوزون. ركز بقى يا معلم، يعني أنا هنا يا مستر العنصر ما يفرقش عن المركب في العدد؟ لا ما يفرقش في العدد. ليه؟ في هنا عنصر من ذرة وفي من ذرتين وفي من 3. يعني عنصر من 3 ذرات قال لك وفي مركب من ذرتين بس. يعني عندك في مركب مثلا زي حمض الهيدروكلوريك HCl، عبارة عن ذرة هيدروجين وذرة كلور، يعني ذرتين بس ومركب. بينما هنا 3 ذرات وعنصر اللي هو الأوزون. فهنا العملية ملهاش دعوة بالعدد، لها دعوة بالاختلاف. ان هنا ذرتين شبه بعض وهنا برضو 3 ذرات شبه بعض، لكن هنا ذرتين مختلفتين، ذرة كلور وذرة هيدروجين. خلاص يا جماعة؟ طيب هنا بقى بقول لك حدد وجه التشابه ووجه الاختلاف بين الأكسجين والأوزون. هتقول هما الاتنين متشابهين في انهم هما الاتنين عناصر، لكن مختلفين في العدد، ان ده ذرتين وده 3 ذرات.